من ربنا مين اللي هيكون معاه برفقته في الجنة. اللهم ارزقنا جوار الأنبياء والمرسلين في جنان الفردوس يا رب العالمين. فربنا سبحانه وتعالى قال لسيدنا موسى: يا موسى سل غيرها، يعني يا موسى اسأل عن حاجة تانية. فقال سيدنا موسى: يا رب أسألك أن تريني رفيقي في الجنة. فقال الله لسيدنا موسى: يا موسى اخرج إلى أول الطريق، فإن أول رجل يمر عليك هو من سيكون رفيقك في الجنة. صليت على الحبيب. فسيدنا موسى عايز يعرف مين الراجل ده اللي هيحظى بهذه المكانة الشريفة ويرافق بها الأنبياء في الجنة. فخرج سيدنا موسى عليه السلام على أول الطريق، فمر عليه رجلا عاديا، واحد عادي زي أي واحد من الناس، لا يرى عليه أثر مال ولا يرى عليه أثر جاه ولا يرى عليه أثر منصب. فأثار الأمر فضول سيدنا موسى، فتتبع خطوات هذا الرجل، مشي ورا الراجل ده علشان يعرف الراجل ده بيعمل ايه، علشان هيكون رفيق سيدنا موسى في الجنة. فمشي سيدنا موسى خلف هذا الرجل حتى إذا خرج الاثنين إلى الصحراء دخل الرجل في كوخ في الصحراء، دخل خيمة صغيرة في الصحراء فغاب فيها وقتا طويلا. ولما خرج الرجل من هذه الخيمة دخل سيدنا موسى عليه السلام من هذه الخيمة. فلما دخل إليها، شوف هيلاقي مين بقى؟ وجد امرأة عجوزا قعيدة عمياء لا تستطيع أن تطعم نفسها طعاما ولا أن تسقي نفسها شرابا، بل ولا تستطيع أن تقضي حاجتها ولا تتحرك من مكانها. فقال لها سيدنا موسى: السلام عليك يا أمة الله. قالت: وعليك السلام إن كنت من عباد الله الصالحين. قال: يا أمة الله إني أسألك سؤالا واحدا ولا أطيل عليه ولا أكثر. عايز يعرف حاجة واحدة بس. قال: من ذاك الرجل الذي كان معك الآن؟ مين اللي كان معك دلوقتي ده؟ قالت: وله ولما يا عبد الله؟ انت عايز تعرف ليه؟ قال: سأخبرك ولكن بعدما تجيبين. قالت: إن الذي كان معي الآن هو ولدي الوحيد، يقوم على طعامي، وإني لا أستطيع أن أمضغ الطعام الشديد، فيقوم ولدي على مضغ الطعام ثم يضعه في فمي جاهزا لكي أتقبله. الله. ويقوم بسقي الماء ويقضي لي حاجتي لأني امرأة عجوز لا أقوم ولا أقعد. فسيدنا موسى عليه السلام سألها وقال لها: وبماذا تدعين الله لولدك؟ خلي بالك بقى من الكلام الجميل اللي جاي ده، علشان دعوة الأم ودعوة الأب والأب هي اللي هتقعد للإنسان، هي اللي يوم القيامة سيشفع لك بها سيد الأنام صلى الله عليه وسلم. سيدنا موسى عليه السلام بيسألها ويقول: وبماذا تدعين الله له؟ خلي بالك، لأن بر الآباء والأمهات هو أعظم الأسباب للنجاح في الدنيا ويوم القيامة. سيدنا عيسى بيقول إيه؟ وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. انت عايز تكون موفق في الدنيا في أعمالك وشاطر في تجارتك وفي صنعتك وفي كل حاجة في الدنيا تكون شاطر، خلي ابوك وامك يدعوا لك. وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا ايه؟ شقيا. قال لها: وبماذا تدعين الله لولدك يا أمة الله؟ فقالت: إني أدعو لولدي بدعوة أكررها ليل نهار. هي دعوة واحدة بس اللي أنا بدعيها لابني طول الليل والنهار بدعها له. قال لها: وما هذه الدعوة؟ شوف بقى الأم بتدعي لابنها بتقول إيه؟ قالت: في الليل قبل النهار أدعو ربي لولدي وأقول لولدي: أسأل الله أن يجعلك رفيق موسى بن عمران في الجنة.
فقال أبشري يا أمة الله فإني موسى وولدك رفيقي في الجنة. الله. ما هو الإنسان اللي موفق ده مستحيل يكون عاصي لأبوه وأمه. الإنسان اللي مطيع لربنا سبحانه وتعالى وربنا ميسر له أموره مستحيل يكون عاصي لأبيه وأمه، لأن بر الآباء سبب للنجاح في الدنيا ويوم القيامة. الأم الراحلة عليها رحمة الله كانت خير أم لخير ولد، وكان ولدها بارا بها، فنسأل ربنا سبحانه وتعالى أن يجعل بره بأمه في ميزان حسناته، وأن يجعل الأمة الكريمة الراحلة من أهل الفردوس الأعلى من الجنة، وأن يرزقنا جميعا جوار المصطفى عليه الصلاة والسلام. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا. اللهم ارزقنا حسن الختام، وارزقنا جوار المصطفى عليه الصلاة والسلام، وارزقنا يا ربنا حج بيتك الحرام، وارزقنا صلاة في روضة رسولك عليه الصلاة والسلام. اللهم اجعل جمعنا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واهلك أعداءنا وأعداء الدين، وانصرنا وأنت خير الناصرين. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله سيدنا ونبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الأحبة، شكرا